بنرحب بحضراتكم جميعا في مركز اعداد القاده لقطاع الاعمال. انا كل ما باجي المركز ده هو قريب من قلبي، لاني قعدت فتره كبيره مع زملائي. النهارده احنا بنشهد توقيع 3 بروتوكولات تعاون، اتفاقيات بين مركز اعداد القاده لقطاع الاعمال وبين 3 جهات. اولهم شركه جدارات، دي شركة مساهمة مصرية بتقدم عدد من المنح للمركز في مجال التميز في الليدرشيب أو في مجال التميز في القيادة. العدد المنح دي 100 منحة و9 منح و18 منحة لرؤساء شركات قطاع الأعمال العام. ده البروتوكول الأول. البروتوكول الثاني مع اتحاد التأمين، وده موضوع هام جدا لأنه سوق التأمين المصري لسه زي ما بنقوله سوق ناشئ وقدامه كثير جدا، وهذا السوق يمكن أن يشهد نمو ملحوظ جدا الفترة القادمة، ولكن المعرفة في هذا السوق قليلة، التعليم في هذا السوق قليل. فده بروتوكول تعاون لزيادة التدريب والمعرفة في قطاع التأمين. البروتوكول الثالث مع جامعة اسكندرية، حتى يستطيع المركز النهاردة أنه يقدم دراسات عليا تحت إشراف جامعة اسكندرية، ماجستير ودكتوراه تحت إشراف مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية في جامعة اسكندرية، وأيضا بتفتح المجال لتسويق الدورات التدريبية بتاعة المركز في جامعة اسكندرية وفي منطقة الاسكندرية. هدفنا الأساسي من إنشاء الشركة هو تطوير البني آدم، الشغل على الناس، الشغل على الإدارة والمؤسسات، لأن هي دي مشكلة العالم الثالث كله. العالم كله دلوقتي بيستخدم أسلوب التميز المؤسسي EFQM. ده بقى كل أسلوب متبع في كل دول العالم الحديث. حاولنا ندخلها مصر، وبدأنا من خلال البروتوكول النهارده مع وزارة الاستثمار ممثلة في مركز إعداد القادة، إن احنا نقدم لهم مبادرة للتعاون معاهم لتدريب مديرين شركات القبضة وقطاع الأعمال على التميز المؤسسي، وتأهيل 9 يبقوا Certified Assessors EFQM Certified Assessors، عشان هم يبقوا النواة، الرول موديل اللي كل الحكومة هتشوفه لما نقوم بالدور بتاعه في وزارة الاستثمار. ده اللي جدارات النهارده بتقدمه. أما الحدث الثاني في الاحتفالية بتاعت النهارده هي تخريج الدفعة الأولى والثانية من قيادات شركات التأمين اللي حصلوا على درجة الماجستير، فالنهارده بنحتفل بتخرجهم.